السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهذا الفيديو هذا صورته قبل يعني بضع دقائق قبل وقوع الحادثه ديال الزلزال. وكان كنقول الله يرحم الناس مساكن اللي توفاو، والله يشافي الناس اللي باقيين اللي مجروحين والناس اللي تضروا، ربي يكون معاهم. صراحه هنا كنت بغيت نشارك معكم واحد الكيك بجميع التفاصيل ديالو، ولكن ما صدقش الحمد لله على كل حال. ولكن قلت غادي ننزل لكم هادشي اللي صورت منه. المهم هنا درت 3 ديال البيضات كيف ما شفتوا معايا، درت الكاس ديال نصف كاس ديال السكر، ساشي ديال لافاني، قبيصات الملحه، غادي نميكسي كلشي. هنا كنت كنصاوب في هاد الكيك انا وولدي، كنت حاطه حدايا فوق البوطاجي وكنت كنصاوب في الكيكه. صافي غنميكسي كلشي بحال هكا، خلاط يدوي او كهربائي اللي عندكم. غير هو ضروري انكم تخلطوا مزيان هذاك البيض مع السكر. فكنت يعني كنت بغيت نصاوب كيك ديال بالكريمه والمكسرات، ولكن صراحه يعني بهذا الشيء اللي وقع ما كملتش. صافي داك الخليط خليته تماك وخرجنا كلنا كنتجاراو. صافي من بعد ما دازت يعني واحد يومين عاد جيت صافي لقيت الكيك يعني باقي فوق البوطاجي، جمعت داكشي حيدته. صافي هنا درت 3 ديال البيضات كيف ما قلت لكم. المكونات ذكرتهم لكم في الاول. غنميكسي كلشي وزدت نص كاس ديال الزيت. المهم راه كلشي واضح لكم في الصوره. يعني صراحه ما سخيتش نمسح هاد المقاطع هادو حيت صورتهم، قلت والله تنزل الفيديو ونجمع معاكم شويه هكا يعني في وسط الفيديو. هنا ولدي دار هكا نص كاس ديال الحليب يعني باقي صغير، هكا غير باش يتلهى شويه وصافي. صافي هنا غنميكسي عاوتاني الحليب مع دوك المكونات. هنا درت نصف كاس يعني فايت شويه النصف بواحد شويه يعني ماشي بزاف. صافي غادي نزيد الدقيق بشويه بشويه، وغادي نزيد الخميره ديال الحلويات كيف ما غادي تشوفوا معايا. ف يمكن لكم انكم يعني ملي تخلطوا الدقيق والخميره ديروها في المول وطيبوها على درجه حراره متوسطه. يمكن لكم انكم الا بغيتوا تخلوها يعني هكا تخليوها غير كيك عادي بلا ما ديروا لها الكريمه. ديروا لها هكا شويه ديال المكسرات، القرقاع، شويه ديال الزبيب، المكسرات اللي كتفضلوا، وتقدموها هكا مع قهيوه او لا لشرب الشاي. او لا الا بغيتوا يعني هكا ديروها كطبقات. راه كتدخلوها للفران حتى كطيب، من بعد كتخرجوها وكتقسموها 3 ديال الطبقات او لا جوج، نتوما شحال بغيتوا. يعني الحجم اللي بغيتوا الطبقه ديال الكيك تكون رقيقه او لا غليظه، ومن بعد زينوها كيف بغيتوا. فان شاء الله غادي نشارك مع غادي نصور معكم فيديو اخر ان شاء الله، غير من بعد ما تدوز هاد الازمه هادي. صراحه غير كنت هكا جالسه قلت اجي نمونطي هذاك المقاطع ونحطهم، ما كاين لاش نمسحهم هكا باش نجمع معكم شويه كيف ما قلت لكم، حيت شحال هذا ما حطيتش شي فيديو. صافي هنايا كندير في الدقيق بشويه بشويه، وكنحصل على واحد القوام يكون يعني عادي ديال الكيك، ما يكونش خفيف بزاف. هنا يعني هاد الكيك هذا كتعوضوا به الجينواز كيف ما شفتوا، ما فيهش كميه كبيره ديال الحليب. بالنسبه للخميره درت جوج ديال خميرات الحلويات من فئه 7.5 غرام على ما اظن في كل واحده كيف ما كتشوفوا. فهادشي اللي كاين، جمعت معكم شويه في هذا الفيديو هذا وغتستافدوا من هاد المكونات. يعني في هذا الكيك هذا ما بقى لي الا انني ندخلها الفران، نتوما يمكن لكم تزينوها كيف ما بغيتوا، تقدموها كيف ما بغيتوا يعني من بعد. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والحمد لله على سلامتكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي وصفه جديده، والسلام عليكم.